اهلا بيكم في قناة سفرة سهير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب النهاردة تكونوا بخير. هنخزن مع بعض النهاردة 10 كيلو من البطاطس. هنخزنها بطريقة بسيطة جدا وسهلة، وهتنفعك بقى في اي وقت يكون بقى البطاطس بتاعتك سعرها غالي. هتطلعي بقى كيس وتحمري شوية بطاطس كده هوت بجد. يعني هتدعيلي على الطريقة دهيت. يا ريت بقى تكملي معايا الفيديو لغاية الآخر. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعلي. اول حاجة بقى هنعملها ان احنا نختار نوع البطاطس بتاعتنا اللي هي بطاطس تحمير. يعني اهم حاجة تكوني متأكدة ان انت جايبة بطاطس تحمير. ويعني قبل ما انت كمان تخزنيها تجيبي بطاطساية او اتنين تحمريهم وتتأكدي ان دي بطاطس تحمير. بعد كده بنبدأ بقى نحمرها. انا جبت بقى كمية من البطاطس 10 كيلو عشان هخزنهم. تمام، جبتها غسلتها كويس جدا. وبعد ما غسلتها جبت بدأت اقشرها بالشكل دوت. البطاطس اللي هي احنا هنخزنها النهارده بجد من كتر ما هي حلوة. انت هتعشقي تعمليها اكتر من البطاطس اللي انت لسه جايباها طازة. بصوا انا بوريكم ان انا بقشرها بالبطاطس سوري، بقشرها بالقشارة. ما بتطلعش قشور كتير، يعني بتبقى هي قشرة خفيفة جدا. افضل ما انت تقشريها بالسكينة وتهدر معاكي كتير. تمام. طبعا انا هقشر كميه كبيره، فانا هعمل معاكم بس جزء كده هوت من البطاطس واحنا بنقشرها واحنا بنقطعها. تمام. البطاطس دي نوعها اسمها بطاطس اللي هي السبونطه. البطاطس دي متوفره جدا في السوق، ودي بطاطس حلوه جدا في التحمير. تمام. بعد كده بعد ما انا قشرت يعني كميه من البطاطس بدات اقطعها. وانتي بتقطعيها حاولي ما تخليش الصباع بتاع البطاطسايه رفيع. انا عايزه الصباع يبقى تخين شويه على اساس ان البطاطس تبقى معاكي في التفريز تكون كويسه. بصوا كده ده حجم الصوابع بتاعه البطاطس، يعني اللي هي بتبقى مناسبه، ولا هي تخينه قوي ولا هي اللي بتبقى رفيعه جدا. طبعا لو انت قطعتي كمية كبيرة من البطاطس هتجيبي حلة او طبق يكون كبير يكون فيه مية. كل ما تقطعي كمية من البطاطس تحطي البطاطس بتاعتك في المية، لان احنا عارفين البطاطس بتاعتنا لو احنا سيبناها بتسود وما بتبقاش حلوة. تمام. اهم حاجة وانتي بتقطعي البطاطس يعني حاولي تبقى الصوابع كلها حجمها قد بعض، بحيث ان تبقى يعني معاكي في السوا تبقى يعني بتستوي في نفس يعني ما يبقاش صباع. لو انتي قطعتيه رفيع هتلاقيه احمر جامد اكتر من الصباع اللي انتي قطعتيه حجمه تخين. تمام. طبعا انا هقطع كل الكميه لان الكميه كبيره جدا، فانا قطعت معاكم بس شويه دولت. وطبعا هحط لهم ميه عشان البطاطس بتاعتي ما تسودش. يعني انت كل ما تقشري حطي كميه الميه. طبعا انا خدتهم تحت الحنفيه غسلتهم كويس جدا. وبعد كده جبت بقى المصفى حطيت فيها كميه كبيره. وقطعت ال10 كيلو بنفس الشكل دوت. تعالوا بقى الخطوه اللي جايه هنعمل ايه دلوقتي. هنجيب حله. اهم حاجه نكون حاطين فيها كميه ميه كبيره. اول حاجه هبدا ده النشا، هبدا احط نص كوبايه ميه على معلقتين من النشا واقلبهم. تمام. وبعد ما اقلبهم كويس جدا والنشا يدوب معايا هنجيب بقى حله اللي احنا غاليين فيها الميه بتاعتنا، هنبدا نحط النشا بتاعنا جوه الحله دهيت. تمام. وهنشوف بقى الاضافات التانية اللي احنا هنحطها مع بعض. بصوا ادي الحله اهي حطينا فيها الاول معلقتين من الملح او 3 معالق حسب طبعا الكمية اللي انت هتحطيها. بعد كده بنزل بنص كوباية المية اللي احنا قلبنا فيها معلقتين من النشا. وبعد كده حطيت اقل من ربع كوباية خل على الحلة دي. قلبتهم كويس جدا بالشكل دوت. وبعد كده غطيتهم تاني لغاية ما ما غلوا معايا. في الوقت اللي المية بتغلي معايا هبدأ بقى انزل كمية البطاطس على قد ما احنا نحط الحلة، يعني على قد الحلة بتاعتنا ما تشيل. بس احنا نحاول ما نزنقش الحلة قوي بالبطاطس، نخلي كده في براح وانتي بتحطي كمية البطاطس عشان ما تتكسرش معاكي. بعد كده بعد ما حطيت البطاطس بدأت نزلت بقى بنص معلقة من البيكنج باودر. تمام. بصوا كده الخطوات كلها واضحة معاكم وسهلة جدا. ببدأ بعد ما بنزل البطاطس بتاعتي ببدأ أحسب 5 دقايق بالظبط. مش هقلل ومش هنقص أكتر من كده. بصوا أول ما صباع البطاطس بتاعي يتقطم بالشكل دوت هبدأ أصفيها على طول في مية تكون من تحت الحنفية، مية تكون على طول حابة تحطي فيها قطع تلج. تمام لو الجو حر عندك
مش حابة حطي على طول مية من تحت الحنفية في بولة بالشكل دوت، وحطي بقى كمية البطاطس اللي انت طلعتيها، وابدأي اشطفيها كويس جدا تحت الحنفية بعد ما تخرجيها في بولة بالشكل ده. يعني اغسليها كذا مرة لغاية ما السخونة بتاعتها تبرد خالص. وبعد كده هنشوف الخطوة اللي جاية هنعمل ايه. طبعا المكونات اللي انا قلتها دي على حلة كبيرة، اللي هي البيكنج باودر والنشا والملح بتاعنا والخل. تمام. بصوا انا باخد البطاطس بعد ما انا غسلتها كويس جدا تحت الحنفية، يعني انا ما استكفتش بس بالمية اللي انا حطيتها عشان ابرد بيها البطاطس، انا حطيتها تحت الحنفية غسلتها كذا مرة. وبعد ما غسلتها جبتها كده في البولة بالمية بتاعتها، وبدأت أجيب فوطة وأصفي كويس جدا البطاطس وأحطها على الفوطة بالشكل ده. أهم حاجة بقى في الخطوة دي إن انت تفردي البطاطس بتاعتك كلها. طبعا أنا عملت كل الكمية، وبعد ما خلصتها بقيت الكمية كلها معايا بالشكل ده، فردتها على الفوطة عشان أبدأ أنشفها كويس جدا. وأول ما بننشفها بنفردها. بصوا أنا بوريكم إن هي نشفت بالشكل ده. لو طبعا الكمية كتيرة عندك اكتر من كده ممكن تفرشيها بقى، تفرشي ملاية تاني على السفرة او على اي حاجة عندك متوفرة، وتنشفي كويس جدا البطاطس بتاعتك. تمام. بعد ما بتنشف هي بتاخد مثلا حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع. بنبدأ بقى نجيب اي طبق بنحط فيه كمية البطاطس، وهنجيب حوالي ربع كوباية زيت. يعني بصوا انا هاخد كمية البطاطس بالشكل ده، طبعا الكمية كبيرة جدا مش هقدر اعملها كلها مرة واحدة، فهبدأ احط كده على ايه، دفعات. يعني هبدأ احط جزء يعني اغلفه بالزيت، وبعد كده هبدأ اكمل يعني باقي المرحلة التانية هنشوف مع بعض. بصوا دي ربع كوباية الزيت اللي قلت لكم عليها. اهم حاجة بقى يعني يعني البطاطس بالشكل دوت اغلفها كويس جدا بايديا، مش هحط بس الزيت كده وما اغلفهاش، لا يعني مش هتبقى كويسه معاكي. اهم حاجه تغلفي كويس جدا البطاطس. بصوا انا بعد ما انا اتاكدت ان انا غلفتها كمان، بدات ايه، يعني يعني اخبطها كده بالمصفى بحيث انها كل البطاطس بتاعتي تكون متغلفه كويس، واتاكد ان هي اتغلفت كويس من الزيت. الخطوة اللي جاية انت ليكي بقى الاختيار ان انت ترصيها بالشكل ده واحد جنب واحد عشان احنا هنحطها في الفريزر، او بقى لو انت استسهلتي زي بالشكل دوت وحطيتيها بشكل عشوائي. هي النتيجة في الاخر حتى لو لزقت معاكي انا هوريكي هتفكيها ازاي. يعني بصوا انا طبعا صعب ان انت كمية كبيرة قوي 10 كيلو ان انت لسه هتحطي صباع جنب صباع وترصي فيه الصاج، لا هتبقى صعبة جدا عليكي. فانا حطيت بشكل عشوائي كده. وبعد كده هجيب طبقة من الكيس كده هفردها برضو طبقة تانية على الوش بالشكل دوت، وهحط برضو رق تاني من البطاطس. في الوقت ده بعد ما انا رصت البطاطس بتاعتي وهو يعني خلاص بقى رصيت الطبقتين، هبدأ بقى احطها في الفريزر بتاع التلاجة او فريزر لو انت عندك اللي هو الديب فريزر. اهم حاجة بقى البطاطس بتاعتك تجمد. يعني انا كنت عاملاها بالليل، بصوا انا هاخدها كده دلوقتي على الفريزر على طول، عملتها من بالليل، ده كان تاني يوم عندي الصبح. بصوا البطاطس جمدت بالشكل ده، ما تخافيش منها خالص. لو لزقت معاكي انا هوريكي هتعملي ايه وهتفك معاكي وهتبقى زي الفل. بصوا انا بوريكم البطاطس اهي بعد ما جمدت بالشكل ده عندي. تمام. بصوا في كتير جدا ملزق، بس احنا هنفكه مع بعض ومش يعني ما فيش اي مشكلة. تمام. بصوا انا اهو خدت بقى شوية اللي من على الفوق كانوا كلهم متفككين وزي الفل. تمام. اللي هتقابلني بقى المشكلة اللي هي البطاطس اللي لزقت في الصاج من تحت، بس ما فيهاش اي مشكلة خالص. هنشوف مع بعض دلوقتي هنعملها ازاي. إيه لو انت بقى وصلتي معايا لغاية كده في الفيديو، يا ريت بجد تشجعيني بلايك واشتراك. إيه لان بجد اللايك طبعا بيرفع الفيديو زي ما احنا عارفين. إيه نحاول على قد ما نقدر ان انتوا تشجعوني علشان اقدر استمر معاكم وانزل لكم فيديوهات. بصوا انا بعد ما انا خلصت اول طبقة من البطاطس، طبعا كان الصاج من تحت زي ما انا قلت لكم ملزق جامد قوي معايا. بصوا بوريكم ان انا بفكه بكل سهولة، بيبقى الصوابع بتاعه البطاطس ملزقة بتفكيها بالشكل ده. بصوا بالراحة خالص بتبدأي تقسمي البطاطساية كل صابع لوحده وبتبقى زي الفل. بعد كده بقى بجيب اكياس عندي، باخد بقى على قد وجبة الأكل اللي أنا هطلع منها البطاطس، يعني اللي أنا هقليها. هبدأ بقى أحط البطاطس بتاعتي. يعني سواء انت حابة تحطي كمية كبيرة تمام، سواء حابة تحطي كمية قليلة براحتك خالص.
تمام. بصوا هي وصفة سهلة جدا، وبجد البطاطس دي بتطلع طعمها تحفة، يعني بجد انا عندي الاولاد حبوها اكتر من البطاطس اللي انت لسه عاملاها طازة، يعني بتبقى جميلة جدا. بصوا انا بوريكم، انا خدت الكمية بالشكل ده وهعبي كل كمية البطاطس بتاعتي. بصوا دي كل كمية البطاطس اللي انا عبيتها بتاعت ال10 كيلو، عملت لي كمية حلوة جدا. إيه بصوا شكلها حلو قوي، ولا اسودت معانا ولا اي حاجة. وكمان هجربها معاكم وهقلي كمان طبق بطاطس وهوريهولكم. اهم حاجة بقى نخرج الهواء واحنا بنعبي الكياس بالشكل ده. إيه البطاطس دي اللي وريتها لكم دلوقتي دي كان عدى عليها ليلتين في الفريزر. إيه اهم حاجة ان انت تطلعي البطاطس بتاعتك يكون الزيت مغلي كويس جدا، وتحطي فيها البطاطس وهي لسه طالعة من الديب فريزر على طول او الفريزر بتاعك. اهم حاجة يكون زيت غزير بالشكل ده، ويكون انت غليتيه كويس. وطبعا احنا ما بنستناش خالص على البطاطس بتاعتنا ما اللي هي تفك، احنا عايزين البطاطس بتاعتنا وهي جامدة كده نحطها على طول في الطاسة اللي هتقلي فيها او الحلة. اول ما بتاخد لون بنبدأ بقى نقلبها. في الاول ما بنقلبهاش خالص لغاية ما تبدأ البطاطساية تاخد اللون الذهبي، بعد كده بتبدأي تقلبيها بقى براحتك خالص. بصوا بجد شكل البطاطس بيتكلم عن نفسه، يعني هي حقيقي الوصفة دي حلوة جدا. البطاطسية دي هتقعد عندك سنة كاملة مش هيجرى لها أي حاجة. بصوا بوريكم شكل البطاطس، يعني بجد تحفة، ومقرمشها وطرية من جوه بجد خرافة. بصوا كده أنا هبدأ أنزل، يعني خلصتها كده وصفتها كويس، مش محتاجة كمان إن أنا أصفيها على مناديل، يعني أنا بحطها على طول في الطبق بالشكل ده قدامكم. والبطاطساية يعني بجد جميلة جدا. ده شكل البطاطس بتاعتي. تعالوا بقى نشوف كده البطاطس بتاعتنا التحفة دي. بصوا هي مقرمشة يعني حلوة قوي وطرية جدا من جوه. بجد جربي البطاطس دي هتعجبك جدا. لو عجبتك الوصفة يا ريت تكتبي لي في التعليقات، تعليقاتكم كتير بتهمني وبتفرق معايا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشجعيني بلايك واشتراك وتفعلي الجرس. استنيني الفيديو القادم. باي باي.